السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في القناة. إن شاء الله إلا كنتو كتشوفوا القناة لأول مرة ما تنساوش تفعلوا الجرس وتدعمونا بلي لايك إن شاء الله باش إن شاء الله نعطيو مازال. اليوم درت إن طارت كلاصي جوج، درت يعني طارطات صغار، 12 طارطة صغيورة، يعني دي ميني طارت يعني كلاصي بلا موس وشوكولا ولا موس ديال الكراميل. ودرت يعني وحبة كبيرة ديال يعني ولا طاغط كبيرة ديال يعني نفس العجين ونفس تبارك الله ما شاء الله بجوج حبات ديال البيض. درت منهم هاد الكمية كلها. انتم غتبعوا معايا ان شاء الله الفيديو من الاول حتى الاخير، وانا متاكده غادي يعجبكم، ومتاكده بلي هاد لونطرومي غادي تعجبكم بزاف بزاف ان شاء الله يا رب. وسهله واقتصاديه جدا، يعني راه في المحلات التجاريه الكبار كدير يعني ثمن غالي بزاف. نبداو على بركه الله في المقادير. عندنا 4 إطر ديال الحليب 250 ملي. عندنا كاس ديال السكر، هذه يعني المرحله الاولى غادي نديرو فيها الكراميل. الكراميل غادي نحتاجو كما قلت لكم 250 غرام ديال الحليب، كاس ديال السكر يعني ما عامرش، يعني كاس ديال العنبه ما عامرش، وجوج معالق كبار ديال الدقيق الفورس، يعني جوج معلقات ما يكونوش عامرين بزاف. يعني انا حاولت هنا نديرهم باش نشوفوا يعني باش نوريهم ليكم. و وحبه ديال الجيلاتين هنا ضروريه البنات، غير باش يعني باش لاموس ما تهبطش لينا. اول مرحله غادي ناخذ هذا الكاس ديال السكر وغادي نديرو فوق البوطه كما غنوريكم دابا حتى كيدوب. يعني ضروري ما خصوش يتحرق، حنا غنبقاو نحركوا فيه حتى كيدوب لينا السكر. ها نتوما كتشوفوا انا كنبقى نحرك فيه، يعني الا خليته تحرق يعني غيجينا سميتو مار. هنا خديت هذاك 4 إطرو ديال الحليب، درت فيه هذاك جوج، يعني جوج معالق ديال الدقيق، ومع التحريك المستمر باش ما يديرش ليا كويرات. وخا يدير لنا كويرات راه حنا غادي نصفيو في الاخر. يعني ضروري من هاد المرحله هانتوما وكنبقى نحرك، يعني كتنتابوا مزيان. هانتوما يعني اللون ديال الكراميل ديالنا، حيت ما نشريوش واجد غادي نوجدوه في الدار، ضروري ما خص يكون اللون ديالو فاتح وما كيجيش حلو نهائيا. هانتوما غادي تجربوا ان شاء الله يا رب، غادي تجربوا هاد لاطاغط كما قلت لكم كتجي اقتصاديه وزوينه وسهله. هانتوما غادي ندير هاد المعالقه صغيره ديال الزبده. انا هنايا درت هاد الزبده مالحه، ماشي مالحه بزاف، ولكن الا درتو غير المارغرين العاديه دير واحد سويقيق، واحد الرويس المعلقه ديال ماشي راس المعلقه، يعني واحد الحبيبات ديال الملح. الملح كيمشي بزاف كيتواتم مع الكراميل وكيهرس لي داك الحلاوه، ما عرفتش علاش، المهم كيجي زوين في يعني المذاق ديالو. انا كنقول لكم يعني كما قلت لك كما كنقولها لكم ديما، يعني في الفيديوهات ديالي كنعطيكم كاع المعلومات والاسرار يعني باش تنجح معكم الوصفه. هنايا صفيتو، كنعتذر صراحه الكاميرا ما شديتهاش مزيان. صافي غادي نبدا يعني كنصفي داك الكراميل ديالي باش حيت الدقيق بعد مرات كيبقاو فيه واحد الكويرات، وخاصنا حنا لا جينواز عفوا لاموس ديال الكراميل خاصها تكون يعني ملسه وتكون زوينه، يعني باش يجينا داكشي راقي وماشي غير يعني في الدار صافي عادي، لا خاصنا نخدمو خدمه يعني نقيه. صافي كنتمنى يعني الشرح ديالي يكون واضح. صافي نبدا يعني نصفي كما قلت لكم هذاك الكراميل، وكيعطي تبارك الله كميه مزيانه. يعني غادي نديرها وكما قلت لكم يعني هاد المقادير خرجت ليا طاغط كبيره و12 ديال لي طاغط صغار. يعني الا عندكم مناسبه ولا سميتو، يعني هاد المقادير راها رائعه جدا واقتصاديه ان شاء الله. صافي هنايا نبدا كنصفي فيهم. هانتوما شفتوا معايا هنايا الكراميل خصو يكون يعني برد الحل، يعني حيت الحل دابا بارد. صافي ذوبت هذيك الحبه ديال الجيلاتين. الا بغيتوه جامد مزيان يمكن لكم البنات ديروا جوج حبات ديال الجيلاتين. انا خديت زلافه ديال الكريمه ولا القشده الطريه. طربتها، خاصها تكون بارده البنات، هذه فيها السكر ما نديرش انا السكر، يعني الحلاوه ديالها كتكون شويه. صافي هنا ذوبت هذيك الحبه ديال الجيلاتين وغادي نضيفها على داك
على يعني على القشده اللي كنبدا كنطرب فيها بالزربه، حيت خاصها تكون كما قلت لكم يعني ضروري ما تكون بارده، واخا الحال يعني بارد الحمد لله، ولكن مزيان يعني دغيا كتوجد. كنعتذر هل سميتو قرب الصراحه الكاميرا يعني الخلاط ديالي صافي. وكنبدا كنطرب، ما كان يعني ماشي كتوري ليا شونتي لا، غير كنطربها غير كتجمع كتشد راسها واحد شويه صافي وكنحبس. ما خصهاش البنات تكون يعني تكون شونتيي، يعني ماشي تكون بحال غادي نزوقوا بها لا، يعني خصها تكون هابطه شويه. انا يعني كنهضر مع المبتدئات اللي كيكونوا اول مره غيجربوا ولا غادي ها نتوما كتشوفوا معايا هكا صافي، هي كيبدا كيشد ليا ماشي يكون قاصح صافي غيخسر. صافي كنضيف عليه هاد الكراميل اللي وجدنا، شفتوا معايا كي كيجي اللون ديالو رائع وبنين بنين غادي يعجبكم ان شاء الله. صافي وكنخلط الخليطين معا، يعني لا كريم شونتيي ولا هنايا تقريبا احتاجيت نص لتر ديال لا كريم، هادشي كامل يعني نص لتر لا كريم، حيت الكلاصاج انا درتو بلا الكريمه بلا حتى شي حاجه. نتوما كتجيني لاموس رائعه غزاله، يعني كتجي فنه هاد لاموس ديال الكراميل. اللي ما عمره ما جربها يجربها ان شاء الله وغادي تعجبكم باذن الله سبحانه وتعالى. صافي غادي ناخذ هنايا لي بتي طارط. الا بغيتو ديروا جوج ديال الطارطات ممكن يعني جدا، ما بغيتوش ديروا هاد القوالب سيليكون ديروا جوج قوالب كبار غيجيكم مزيانين. غير هو خصكم مول كيتحل ويتسد، هذا هو الحاجه الوحيده. هاد ديال السيليكون دغيا كيتحيد. صافي هنايا كنبدا يعني كنبدا كندير في ما كنعمرهاش بزاف حيت مازال غادي نحيدهم وغندير لا موس وشوكولا. صافي كندير هنا غير شويه ديال الكريمه ديال الكراميل كما كتشوفوا معايا. هانتي درت بحال غير يعني ما كاملش النص، يعني شويه يعني بحال درت غير ديك يعني الجهه التحتانيه فقط ماشي بزاف. صافي وكنبدا كنسرح فيها وكندخلها مباشره المجمد حتى كتوجد ليا. غادي ندوزو المرحله التاليه، غندوزو لاجينواز. عندنا هنا فيها جوج حبات ديال البيض، كاس مع مرش ديال السكر، نص كاس ديال الزيت نباتيه، وعندي عاوتاني كاس مع مرش ديال الحليب. يعني السكر كيبقى على حسب الذوق، انا هنا ما قويتش. واكيد شويه ديال الملح باش كنهرسوا يعني الحلاوه. صافي هنايا وخديت جوج معالق كبار ديال الكاكاو. من الاحسن البنات يكون نوعيه جيده. والدقيق هانتوما غتشوفوا يعني ما كان في هذا النوع ديال لي جينواز ما كنقويش الدقيقه البنات بزاف، يعني ماشي بحال الكيكه العاديه. يعني كنديرو غير شويه صافي. وكندير يعني ساشي صغير ديال الخميره من وزن 8 غرام. صافي كنبدا هنا كنخلط يعني، وكنبدا كنضيف الزيت بشويه بشويه. صافي مزيان مزيان يعني حتى كتجانس ليا يعني الخليط ديال الحليب عفوا الزيت والبيض والسكر. وكنبدا كنضيف الحليب كما قلت لكم يعني 80 ملي، يعني ولا ربع كوب، هي كتساوي هي كاس مع مرش ديال الحليب. صافي هنا كنبدا كنغربل داك الساشي الخميره من وزن 8 غرام، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو الخام ولا الكاكاو المر. صافي والدقيق كما قلت لكم كنبدا يعني كنبدا كنخلط حتى كما قلت لكم ما كنديروش يعني الخليط يعني كيكون ثقيل بحال الكيك، لا خاصو يكون خفيف واحد شويه باش من حيت هذه يعني لا جينواز. صافي غنبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه. كنغربلوها البنات باش كيخفاف، يعني الا خليناه يعني الا خليناه بلا ما كتغربلش كيبقاو فيه الكويرات وكيجي ثقيل على الكيكه. المهم الا لاحظتوا صافي هذا هو القوام اللي خاصها تكون فيه يعني انتم كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي خاصها تكون فيه لا جينواز ديالي. ما خاصهاش تكون ثقيله، خاصها تكون خفيفه باش دغيا كطيب. هذه اول حاجه. وحتى في الماكله كتجينا خفيفه يعني ماشي بحال الكيكه العاديه. صافي هنا كنبدا كنسرحها في واحد يعني في اي صينيه عندكم كتدخل الفرن، يعني كنسرحوا فيها كنديروا فيها يعني البابي. صافي وكنبدا يعني كنسرح هاد العجينه ديالي
وكندخلها للفرن يعني مسخن يعني 10 دقائق. ما خصناش نخليوها بزاف حتى تكرم، غير صافي نقيسوها من الفوق كتبان لينا صافي نشفات نخرجوها من الفران. حيت الا خليناها مازال يعني فوق القياس صافي كتنشف لينا يعني الفران. ما خصناش نفوتو فيها الطياب، حيت كما قلت لكم كتنشف. الا نشفات ما كتجيش زوينه. يعني خاصكم ضروري تسقيوها بالكاكاو ولا بالحليب ولا بالقهوه. يعني ضروري خصنا نسقيوها بشي حاجه باش ترطب. اما لا كانت رطبه يعني ما نحتاجوش نسقيوها، صافي يعني نديروها مباشره. صافي هنايا كما قلت لكم كنقاد الوجه ديالها وكندخلها للفران. غندوز هنايا اللاموس ديال الشوكولات، عندي فيها 2 معالق كبار ديال السكر اصفر بيضه، حبه وحده ديال الجيلاتين، وعندي هنايا 2 كيسان ديال كاس تقريبا ونص ديال الحليب. صافي كنطرب هذاك يعني داك الاصفر البيضه مع 2 معالق كبار ديال السكر ومع داك كاس ونص ديال الحليب. صافي كنديرهم فوق البوطه حتى يعني كيبان ليا سخن، وكنضيف عليه داك الشكلاط. عندي هنايا 150 غرام ديال الشكلاط. يمكن لكم تنقصوا يمكن لكم تزيدوا، يعني كيبقى على حسب الاختيار. صافي وكنضيف يعني ما حدو سخون كندوب فيه الشكلاط، يعني باش كندوب. الا ما بغيتوش صراحه هاد المرحله يمكن لكم تذوبوا غير الشكلاط وديروه على لا كريم صافي وهلا موس وشوكولا واجده. يعني اللي ما بغاش يدير بحالي يعني ممكن. صافي كنضيف غير غضيفوا يعني بلاصه حبه ديال الجيلاتين غضيفوا جوج وريقات ديال الجيلاتين. صافي كنخلط مزيان مزيان. هانتوما كتشوفوا معايا صافي كتجيني مزيانه وهي كتبرد بواحد شويه. هنايا طربت الكريمه كي بحال يعني بحال الاول، ما كنطربوش حتى كتولي شونتي. يعني كتبان ليا كتجمع راسها صافي كنحبس. صافي هنايا كناخذ هذاك لاموس وشوكولا ولا الخليط اللي درنا باش نصاوبوا به لاموس وشوكولا، نضيفوا عليه. البنات ما خصوش يكون سخون، خاصو يكون بارد شويه، ماشي يبرد ولكن يعني ما يهبطش لينا داك لا كريم شونتي اللي طلعنا وهي بارده. راكم عارفين البارد مع السخون غادي يولي كلشي حرير. صافي هنايا غادي ناخذ غادي ندير ديك لاموس وشوكولا في واحد البوش، وغادي نحيد داك اللي بعد ما يكونوا وجدوا ليا، يعني كيكونوا كرموا شويه ما كيبقاوش يعني كيشدوا راسو. صافي كندير هنا طريفه ديال اللوز اختياري اكيد. بغيتو ديروا كاوكاو ديروا، يعني عندكم اختيار. انا قطعت بالكاس يعني على حساب المول ديالي، وقطعت لاجينواز من بعد ما طابت معايا. هانتوما هنايا كندير كما قلت لكم كندير شويه ديال داك وكنضغط باش كتجي لاموس وشوكولا ولاموس ديال الكراميل وسط منها، يعني ما كتجيش يعني مختلفين. صافي وكنغطي من الفوق بلاجينواز وكندخلهم الكونجيلاتور حتى كيجمدوا مزيان مزيان. اخر مرحله اللي هي الكلاصاج. عندي هنايا 4 كاس ديال ولا نص كاس ديال السكر حبيبات مع نص كاس ديال الماء مع 90 غرام ديال الجليكوز، تقريبا معلقه كبيره عامره، يعني معلقه كبيره ديال الجليكوز اللي ما قدرتوش عبروها. صافي وهنايا عندي تقريبا واحد 50 غرام ديال الشوكولات. يعني هذا الشوكولات يعني خديته انا، يعني خديته يعني غليظ داك الشوكولات الغليظ ديال الماكاو. يمكن لكم تستعملوا غير المربعات ديال الشوكولات حتى هو ممكن. صافي وحبه ديال الجيلاتين ومعلقه ونص ديال الكاكاو المر، يعني الكاكاو الخام. صافي غادي نديرهم فوق البوطه حتى يعني كيتجانسوا ليا وما كيبقاش يعني ما كيبقاش الجليكوز باين. صافي كنضيف عليه داك الحبه ديال الشوكولات اللي درت تقريبا 50 غرام وديك الجيلاتين. هنايا الا كانش يعني كان الحال بارد درت غير حبه وحده الجيلاتين. الا كان الحال يعني سخون ما غتبغيش تجمد ليا دغيا غندير 2 حبات ديال الجيلاتين. يعني هذه هي القاعده. وكلاصاج كيجي رائع كيجي زوين. هانتوما شفتوا معايا يعني ما احتاجيت فيه لا حليب لا لا قشطه طريه لا حتى شي حاجه. صافي هذا هو الكلاصاج ديالي كان هكا واجد. صافي يعني كنخرج يعني لاموس ديالي اللي كنت وجدت معاكم اللي حطيتهم في الثلاجه.
هنايا فرشت واحد البلاستيك باش يعني باش داك الكلاصاج نعاود نستعملو مرة أخرى. يعني هذه فكرة باش يمكن ليا باش ما نوسخش الدنيا ومن يعني باش يعني ما نخسرش يعني السطح العمل ديالي، وفي نفس الوقت كما قلت لكم نعاود نستعملو مرة أخرى. هنا نتوما كتشوفوا معايا تبارك الله 12 حبة ديال ديال لونطرومي ولا ديال هاد لي بتي طارت. صافي هنايا كنبدا كنغطيهم يعني بداك الكلاصاج وما نقيسوهمش. يعني الا درناه يعني يمكننا نعاودو الطبقه الثانيه ديالو الا بغينا مازال، اما لما بغيناش صافي غير كنغطيوهم مزيان وكنعاودو نخشيهم في الثلاجه باش كيبردوا. يعني الا كنا نقدموهم مكناش نقدموهم كنعاودو نرجعوهم للكونجيلاتور صافي، وحتى نبغيو نوجدوهم عاد نقدموهم ان شاء الله. انا قدمتهم يعني في ساعتهم. يمكن لكم ديروا داك اللي بتي يعني شنو نقول لكم داك اللي ساخ اللي كيتباعوا. هنايا الطارطه الكبيره هانتوما كتشوفوا معايا هنايا كنت يعني حتى هي وجدتها. وهنايا التزيين اختياري، داك اللي طاقت الصغار درت فيهم داك الحبيبات ديال الشكلاط، ولا طاقت الكبيره درت فيها هاد يعني الكاوكاو ولا اللوز، يعني يكون يعني كيكون محمر يعني مطحون. صافي هنايا هاد التزيين كما قلت لكم يعني اختياري. انا زينت بهاد لي بلاكيت ديال الشكلاط الاسود يعني بالحليب والشوكولاته بالحليب، يعني شوكولاته الحليب صافي. وهاد الوريقات ديال الذهب. كنتمنى هاد الوصفه ان شاء الله تعجبكم. يعني كما قلت لكم يعني التزيين كيبقى اختياري. يعني هاد الكبارين درت لهم هكا وهاد الصغار يعني زينتهم بحال هكا بتزيين بسيط. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال هاد النهار وما يكونش فيديو طويل صراحه، خنقصت منه باش ما يعني باش ما يعذبكمش بزاف، ولكن يعني باش نشرح لكم ان شاء الله الوصفه وتنجح معكم ان شاء الله. راها سهله جدا خصوصا المبتدئات، وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم. راه كتجي رائعه بزاف بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر وما تنساونيش بالدعم ديالكم ان شاء الله يا رب. وشكرا لكم. وكتشوفوا معايا هنا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي غزاله ورائعه. انا غادي نقسم معكم شويه. يد شاده الكاميرا ويد كتصور. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي فنه وما شاء الله وزوينه، غادي تعجبكم. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر. بسلام عليكم.